لما بنتكلم عن أي تغيير حقيقي بيحصل في مجتمعاتنا، الموضوع كله بيبدأ من فكرة بسيطة قوي بس قوية جدا: قوة الجماعة. في الشرح ده هنشوف إزاي الخدمة الاجتماعية بتاخد مجموعة أفراد وتحولهم قوة قادرة تبني التغيير ده سوا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هو إزاي بقى مجموعة أفراد عاديين ممكن يتحولوا لكيان واحد، لقوة منظمة فعلا قادرة تعمل تغيير؟ هو ده بالظبط التحدي اللي مجال الخدمة الاجتماعية مع الجامعات بيحاول يجاوب عليه. تمام أوي. خلينا ندخل في أول قسم، قوة الجماعة. الحكاية كلها بتبدأ من فكرة بسيطة ومنطقية جدا. يعني لو فكرنا فيها، كل واحد فينا هو جزء من جماعات مختلفة، سواء كانت الأسرة أو الشغل أو حتى شلة الصحاب. الأماكن دي هي اللي بنتعلم فيها وبنكبر، وبنلاقي حلول لمشاكل مستحيل شخص واحد يحلها لوحده. دي بالظبط نقطة الانطلاق. ومن هنا ننتقل للقسم التاني. طب إيه هي بقى خدمة الجماعة دي؟ بصوا، ممكن نتخيلها زي ما يكون معانا تصميم هندسي، بلو برينت. المهندس بيستخدمه عشان يحول الإمكانيات الكبيرة دي لتقدم حقيقي نقدر نشوفه ونلمسه. طيب لو حبينا نعرفها بشكل علمي شوية، خدمة الجماعة دي هي طريقة احترافية هدفها تساعد الأفراد والجماعات إنهم ينموا ويتطوروا. والطريقة دي مش عشوائية، لأ، دي بتجمع بين المعرفة العلمية والمهارات الفنية وكمان القيم الإنسانية، كل ده عشان نوصل في الآخر لأهداف معينة وواضحة. وعشان نعرف أصل الحكاية، فكرة الشغل مع الجماعات دي مش جديدة خالص. الموضوع بدأ في القرن ال19 في أوروبا وأمريكا، وأول جماعة رسمية منظمة كانت جمعية الشبان المسيحية سنة 1864. لو جينا بقى لمصر هنلاقي إن الممارسة دي بدأت تظهر بقوة في عشرينيات القرن اللي فات، خصوصا مع الحركات الثقافية بتاعت الشباب وقتها، ولحد ما وصلنا لسنة 1940 لما تم تأسيس أول معهد رسمي للدراسات الاجتماعية في مصر. وهنا بقى المهنة خدت شكلها الاحترافي اللي نعرفه. طيب جميل، بس إيه الهدف من كل ده؟ العملية دي ليها 4 أهداف أساسية وكلها بتسلم بعض. يعني بتبدأ أول حاجة بإننا نلبي احتياجات أعضاء المجموعة نفسهم، ولما ده بيتحقق بنروح للخطوة التانية، وهي إننا نمكن الأفراد دول نديهم قوة من خلال تجارب جماعية ديمقراطية. وده طبيعي بيوصلنا للهدف الثالث، إن الإحساس بالمسؤولية ناحية المجتمع والقيم الكويسة تبتدي تنمو عندهم. وفي الآخر خالص كل ده بيصب في مصلحة المجتمع ككل، إنه يقدر يمنع مشاكله ويعالجها. يلا بينا على القسم التالت عشان نشوف الموضوع ده بيتبني ازاي بالظبط. لو تخيلنا ان خدمة الجماعة دي عاملة زي مبنى كبير، يا ترى ايه هي الطوب والاسمنت بتاعه؟ ايه مواد البناء الاساسية؟ هي دي بقى اللي بنسميها عناصر الممارسة. أول وأهم عنصر هو الفرد نفسه. كل حاجة بتبدأ من هنا. الأخصائي الاجتماعي الشاطر لازم يفهم كل شخص لوحده، كأنه كيان مستقل ليه دوافعه ومخاوفه وقدراته، لأن ببساطة من غير ما نفهم الفرد ده كويس قوي، أي مجهود جماعي مصيره الفشل. بعد كده العنصر التاني هو الجماعة نفسها، وهنا بقى الموضوع بيكبر شوية. الجماعة دي مش مجرد تجميعة أفراد وخلاص، لأ، دي بتتحول لكيان جديد ليه شخصيته وتفاعلاته، وفهم ديناميكية الجماعة دي هو ده مفتاح الشغل كله. طيب الجماعة دي هتتحرك إزاي؟ عن طريق العنصر الثالث، البرنامج. والبرنامج ده مش معناه جدول مواعيد وأنشطة وخلاص، لأ، ده المحتوى نفسه، الأدوات اللي الأخصائي بيستخدمها عشان يوجه الحوار ويبني مهارات جديدة ويوصل بالجماعة دي لأهدافها. ونيجي للعنصر الرابع، وهو الإطار اللي بيلم كل ده، المؤسسة. يعني سواء كانت مركز شباب أو جمعية أو حتى مدرسة، المؤسسة دي هي اللي بتدي المكان والموارد، والأهم من ده كله بتدي الشرعية القانونية اللي بتخلي الجماعة دي تقدر تشتغل وتكبر. خامس عنصر، وطبعا عنصر أساسي، هو المايسترو بتاع العملية دي كلها، الأخصائي الاجتماعي. دوره هنا مش إنه يدي أوامر خالص، هو أشبه بالمايسترو اللي بينظم الإيقاع وبيساعد كل واحد في الفرقة يطلع أحسن ما عنده عشان في الآخر يعملوا معزوفة متناغمة سوا. وآخر حاجة في العناصر الأساسية، العنصر السادس، هو المجتمع. لأن ببساطة مفيش جماعة عايشة في جزيرة لوحدها. ثقافة المجتمع ومشاكله وقيمه، كل ده بيأثر على الجماعة، والجماعة لما بتنجح بترجع هي كمان تأثر وتغير في المجتمع ده. تمام، يبقى كده المصادر الأساسية بتقول لنا إنهم 6 عناصر، لكن في معلومة إضافية من الخبراء بتقول إن في عنصر سابع، عنصر مهم جدا بس دايما بيتنسي، وهو المشرف. مين بقى المشرف ده؟ ده الشخص اللي دوره يتابع ويطور أداء الأخصائي نفسه عشان يضمن إن العملية كلها ماشية بأحسن جودة ممكنة. وده ياخدنا للقسم الرابع اللي هنركز فيه أكتر على بطل الحكاية ده، مهندس التغيير أو الأخصائي الاجتماعي. يا ترى إيه هي المهارات والأخلاقيات اللي لازم تكون عنده عشان يقدر ينفذ الخريطة دي صح؟ شوفوا،
الأخصائي الشاطر ده لازم يكون عنده كذا حاجة. أولاً، لازم يعرف يبني علاقات مهنية قوية ومتينة. ثانياً، لازم يكون واثق في نفسه، مرن، وعنده وعي بذاته. وطبعاً لازم يكون دايماً بيطور من نفسه، ما بيقفش عند اللي يعرفه. ده غير إنه لازم يكون عنده القدرة إنه يساعد الجماعة تعدي أي تحديات تقابلها. بس يمكن الأهم من كل ده إنه يكون مؤمن بجد، مؤمن من قلبه بقدرة الجماعة دي على النجاح. وهنا بنوصل لنقطة جوهرية جدا، وهي الأساس الأخلاقي للمهنة دي. في زي ميثاق شرف كده بيحكم كل حاجة. الميثاق ده بيقول إن الخدمات لازم تتقدم للكل من غير أي تمييز، وإن مصالح الأخصائي الشخصية ممنوع تماما إنها تتدخل في قراراته المهنية. دي قاعدة أساسية ما فيهاش نقاش. تمام قوي. نيجي بقى للقسم الخامس والأخير عشان نربط كل الكلام النظري ده بأرض الواقع. إزاي كل اللي فات ده بيتحول لحلول حقيقية لمشاكل معقدة بنشوفها كل يوم؟ هنا بنشوف بعينينا إزاي النظريات دي بتترجم لواقع. خدمة الجماعة دي مش معمولة عشان تحل مشاكل بسيطة، لا، دي بتتعامل مع قضايا تقيلة ومعقدة، زي مثلا أسباب الهجرة غير الشرعية أو الأزمات الصعبة الاقتصادية والاجتماعية اللي ممكن تهد كيان أسرة بحالها. دي كلها مشاكل أكبر بكتير من إن شخص واحد يواجهها لوحده، والحل الوحيد ليها لازم يكون جماعي. فالخلاصة هنا أو الهدف الأسمى هو أننا نبني حلول، بس الكلمة الأهم في الجملة دي مش حلول، الكلمة الأهم هي معا، إن الحلول دي تتبني بشكل جماعي. وهنا أحب أسيبكم مع سؤال نفكر فيه كلنا. يا ترى هي ممكن تكون أول خطوة ياخدها المجتمع اللي حوالينا عشان يبدأ يحل مشكلة كلنا بنعاني منها؟ الإجابة غالباً بتبدأ من نفس الفكرة البسيطة اللي بدأنا بيها: قوة الجماعة.